تعالَ أكلمك النهارده عن واحدة من أكتر الغلطات اللي بيقع فيها المتداولين في أسواق المال وبتخسرهم كتير جدًا، وهي ببساطة تأثير بنسميه الanchoring effect. تعالوا ناخد مثال بسيط جدًا، دخلت صفقة وليكن على الدهب نتيجة لبعض الأسباب، والصفقة دي كانت صفقة شراء، وبعد كده الدهب ابتدى يتحرك في اتجاه تاني، وأنت فضلت مستمر في الصفقة، والدهب مستمر في الاتجاه المعاكس، وأنت ما زال عندك اقتناع كامل إن الدهب هيعود للارتفاع مرة تانية، وده اللي ببساطة زي ما قلنا بنسميه الanchoring effect. الفكرة هنا هو إن أنت بالفعل كان عندك أسباب لشراء الدهب، اعتمدت عليها عشان تقدر أو عشان تدخل الصفقة دي، لكن فجأة الأسباب دي ما بقتش موجودة وبقى في أسباب تانية بتدعو لعملية الهبوط. لكن التأثير بقى اللي احنا بنتكلم عليه هي فكرة إن أنت ما زلت مقتنع أو كان عندك أسباب أو وجهة نظر رئيسية مش عايز تغيرها بالرغم من كل المتغيرات اللي ابتدت تحصل في السوق، وبالتالي هيستمر السوق ينعكس عليك وبطريقة كبيرة جدا. الفكرة كلها أو المهم جدا إن إحنا لازم نقدر نتكيف دائما مع التغيرات اللي بتحصل في الأسواق، ونكون فاهمين إن تغيرات الأسواق مستمرة، ولما ألاقي السوق بيتحرك عكسي أبتدي أفكر هل الأسباب اللي أنا دخلت بسببها الصفقة ما زالت موجودة، ولا بقى عندي أسباب تانية معاكسة هتخلي الاتجاه كمان يكون متعاكس. وده طبيعي جدا في أسواق المال، أسواق المال متغيرة مع الوقت، كل يوم عندنا أخبار جديدة، كل يوم عندنا معنويات أسواق مختلفة بتغير لنا الاتجاهات بشكل كامل، فبالتالي لازم دايما أقدر أتكيف مع الأسواق عشان ما الاقيش نفسي موجود في صفقة والصفقة عمالة تعكس عليا وأنا ما زلت مركز على نفس الصفقة وخسارتي بتزيد يوم بعد التاني.